اجلي الخلفه عشان تاخدي نفسك. اوعي تاجلي، مش هتعرفي تخلفي تاني. ايه، مفيش حاجه في الطريق. سؤال هرد عليه بصفتي اخصائي طب اطفال وحديث الولاده وزوج واب. رايي ناجل الخلفه فتره، انت اللي تختاريها مش انا، بس اقل شيء 3 شهور واكتر شيء من وجهه نظري 2 سنين. طب ليه بقول الكلام ده؟ واحده واحده بس هقولك. الزوج والزوجه خارجين من الزواج متوترين جدا واعصابهم مشدوده بعد فتره تجهيزات وكتب كتاب وتحويش شقه وعفش وقاعه فرح وشهر عسل. بعدها محتاجين يهدوا شويه وياخدوا نفسهم، لان خلي بالك الخلفه ايه؟ مسؤوليه وامانه على الطرفين. لازم الزوج والزوجه يبقوا هيئين ان هم داخلين على مرحله جديده ويكونوا مستعدين ليها. وحطي خط تحت مستعدين ليها ازاي. رقم 1 تستعدي طبيا، ان انا اقرا عن الحمل والولاده والرضاعه والبيبي، وعندنا منصات محترمه كتير وكورسات كتير تقدري تستفيدي من الحاجات دي. طب 2 معنويا، وده الاهم لان غالبا معظم الناس محدش بيعمل الكلام ده، اللي هو نسمع ونفهم كويس ازاي نربي طفلنا، ازاي نربيه من اول ما يتولد، وكل مرحله ليها اساليب ومناهج في تربيه الطفل. وبرضه هرجع اقول لك في عندنا منصات محترمه وكورسات محترمه واساتذه ودكاتره كتير بيتكلموا في المواضيع دي. دي كانت وجهه نظري، واشوفكم الحلقه الجايه.